مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نتابع اليوم الدرس الثاني عن الأفعال. ليكر جوي جورا بيفاكو كار تافجر او كرنات تشتكيرة تي جوتن. الفعل هو ذلك النوع من الكلمة الذي يبين عملا ما، حركة أو فعل شيء ما. عندنا هذا المثال ميناك. في هذا المثال نبين أنه حتى لو كانت الجملة مكونة من الفعل لوحده كما في المثال الأخير فإنها ذات مغزى وتدل عليه، أما بدون الفعل فلا وجود للجملة. نقرأ معا: آمد ده جي برتوكخاني برتوكك كري. نختصر هذه الجملة ونأخذ منها ما يزيد فنكتب آمد ده برتوكك كري. آمد برتوكك كري. آمد كري. وأخيرا كري بمعنى اشترى. طبعا هذه الجملة بهذا التسلسل في كل مرة نستطيع أن نحذف بعض الأجزاء منها حتى ولو تبقى معنا أو يبقى معنا الفعل لوحده فهي ذات مغزى، ولكن بدون الفعل لا مغزى للجملة. دليكراندا جرجوهيزي ونجرجوهيزي لجوري براسري ديار دبا. نستطيع بالأفعال توضيح الأفعال التي تأخذ المفعول به أو الأفعال التي لا تأخذ مفعول به حسب المفعول به نفسه. هكا ليكرك ببراسربا أو ليكر جرجوهيزا إذا كان يرافق الفعل مفعول به فإن ذلك الفعل يأخذ مفعول به. ليه هكا برسر آوي نينبا نجرجوهيزا. أما إذا لم يكن لذلك الفعل مفعول به فهو لا يأخذ مفعول به. طبعا عبارة بالعربي تأتي بشكل واضح مفهوم، ولكن بالكردي تكون ذات مغزى أكثر. لكن النجرجوهيز تدمين ها وبيدا الجوري كردي وددمين بوريدا الجوري برسري تين كشاندن. الأفعال التي تأخذ مفعول به يتم تصريفها بالزمن الحاضر والمستقبل حسب الفاعل، أما في الزمن الماضي فهي حسب المفعول به، أي يتم تصريفها. نعيدها مرة أخرى: يتم تصريف الأفعال حسب الفاعل في الزمن الحاضر وزمن المستقبل، أما في الزمن الماضي فيتم تصريفه حسب المفعول به. دهبو كده دماكو مروف جليكركي برسا چه جبو تشتان كي جبو كسان بكا هكا برسف جكرده جدا تربا أو ليكر جرجوهيزا هكا برسف ديسا جكرده لكرده وغرا أو ليكر نجرجوهيزا. في الجملة عندما يتم أو يسأل المرء ماذا أو من، ماذا للأشياء ومن للأشخاص، طبعا كي للمذكر وكي للمؤنث. فإذا كان الجواب لا يعود للفاعل فهذا يدل أن الفعل في تلك الجملة يأخذ مفعول به. أما إذا كان الجواب يعود مباشرة إلى الفاعل فهذا يعني أن ذلك الفعل لا يأخذ مفعول به. مثال ميناك: خوارن جرجوهيزا. خوارن يأخذ مفعول به. تأتي الجملة على النحو التالي: ما شيف خوار. الآن السؤال فرس: ما تشخوار ماذا أكلنا؟ الجواب: ما شيف خوار. نلاحظ أنه يعود للمفعول به. هاتن نجرجوهيزا. فعل هاتن لا يأخذ مفعول به. المثال: بيريفان جدبستاني هات. عادت بيريفان المدرسة. برس أو السؤال:
كيش دبستاني هات؟ الجواب برسف بيريفاني هات. نلاحظ أن الجواب يعود إلى الفاعل نفسه وهو البيريفاني، فإذا هذا الفعل فعل هات أو هات لا يأخذ مفعول به. الآن عندنا في هذا الجدول توضيح من خلال السؤال والجواب عن الفعل. في عندنا المجموعة الأولى هي الأفعال التي تأخذ مفعول به جارجوهيز، والمجموعة الأخرى الأفعال التي لا تأخذ مفعول به ناجارجوهيز. نأخذ أولا أو نتابع نقرأ المجموعة الأولى جارجوهيز. الأفعال التي تأخذ مفعول به هو زين سترانا جوت. هذه هي الجملة في هذا العمود، هو زين سترانا جوت. الآن السؤال درس كي تشجوت هو زين سترانا جوت. نلاحظ أن الجواب يعود إلى ستران، إلى الأونة وهي المفعول به. مثال آخر جندي زبي فروت. كي تشفروت جندي زبي فروت. زفي هنا أيضا هو المفعول به. ما إيزنج صوتا كي تشصوت. ما إيزنج صوتا. إيزنج أيضا هو المفعول به. ما تشاركس بجاردن كي بجار. ما تشاركس بجاردن. تشاركس أيضا هي مفعول به. الآن المجموعة الثانية هي الأفعال التي لا تأخذ مفعول به، نتابعها. جوك في الريا. في الريا جوك في الريا. نلاحظ أن الجواب يعود إلى الفاعل وهو جوك. لهي هات. شهات لهي هات. لاحظ هنا لا يوجد مفعول به. ديلان شو باجير. كي شو باجير؟ ديلان شو باجير. كليلك بابون. بابون؟ كليلك بابون. هنا ننتهي لنهاية هذه الحلقة. شكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين.